في أثناء الحرب العالمية الثانية اكتشف هتلر أن 3 من ضباط الجيش خالفوا أوامره، فقرر أن يعاقبهم بطريقة غريبة، حيث وضعهم في الحبس الانفرادي وأخبرهم بوجود غاز سام سوف يقتلهم بعد 6 ساعات. وبعد 4 ساعات تفاجأ بموت 2 والثالث كان يعاني تشنجات ويلفظ أنفاسه الأخيرة. بالرغم من عدم وجود أي غاز، لقد ماتوا من تخيلاتهم السلبية التي حفزت العقل على إطلاق الهرمونات القاتلة. لذلك انتبه لتفكيرك، فأعضاءك كلها تستجيب للصورة التي رسمتها داخل عقلك بإتقان. فالرسائل الدماغية الإيجابية أو السلبية تحدد نهج حياتك. مثلا لو أقنعت نفسك أنك مرهق فسوف تكون أكثر إرهاقا وتعب. أخيرا تصنع السعادة فتسعد، ولا تكثر الشكوى فيأتيك الهم. إذا عجبتك هذه المعلومة شاركها مع من تحب، ونسعد باشتراكك في القناة.